شوف يا ولد، البحر دايما بيجيب لنا الخير. يابا، هو البحر بيجيب سفن بالشكل ده برضو؟ لم يكن أهل الإسكندرية يعلمون أن تلك السفن لن تجلب لهم الخير، بل فصلاً جديداً من تاريخ مصر. كان هذا الفصل هو أول احتكاك مباشر بين مصر وقوة أوروبية حديثة، جاءت لا كتجار بل كقوة عسكرية تحمل معها السلاح والعلم ومشروع السيطرة. بعد أن قررت فرنسا توجيه ضربة لإنجلترا في الشرق، تم إعداد حملة كبيرة بقيادة نابليون بونابرت، انطلقت من ميناء طولون على البحر المتوسط. جاء هذا القرار بعد فشل فرنسا في هزيمة إنجلترا داخل أوروبا، فبحثت عن طريق غير مباشر يضرب مصالحها الاقتصادية، وخاصة طريق التجارة المؤدي إلى الهند. ضمت الحملة آلاف الجنود ومئات السفن ومجموعة من العلماء والمهندسين في محاولة لصناعة قوة عسكرية وعلمية في آن واحد. سيدي، الرجال جاهزون والبحر في صفنا اليوم. البحر لا يكون في صف أحد، نحن من نصنع طريقنا عليه. اتحركت الحملة الفرنسية في البحر المتوسط واستولت في طريقها على جزيرة مالطا. لتكون نقطة ارتكاز ليها وتبعد نفوذ انجلترا عن الموقع المهم ده. وكان الاستيلاء على مالطا خطوة استراتيجية مهمة، لأنها بتأمن طريق الحملة وبتحمي خطوط الإمداد. وبتمنع الأسطول الإنجليزي من اعتراضها قبل الوصول لمصر. الفرنسيون في مالطا؟ نعم، ويبدو أن طريقهم لا يتجه لأوروبا بل للشرق. في صيف عام 1798 اقتربت السفن الفرنسية من شواطئ الإسكندرية في وقت لم تكن فيه المدينة مستعدة لمواجهة قوة بهذا الحجم. ففي ذلك الوقت كانت مصر تعاني من ضعف الحكم المملوكي وتدهور الأوضاع العسكرية وغياب جيش نظامي حديث قادر على حماية السواحل. الناس بتقول فرنسيين وناس بتقول تجار. كما لم تكن الدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها اسمياً تتوقع هذا الهجوم المباشر. سمعت ايه عن السفن اللي ظهرت في البحر؟ روحوا بيوتكم، ما حداش يخرج.
نزلت القوات الفرنسية لشاطئ الإسكندرية وبدأت في التقدم نحو المدينة. كان الجيش الفرنسي منظم ومدرب وبيستخدم أسلحة حديثة في مواجهة مقاومة بتعتمد على وسائل قتال قديمة وبسيطة. حاول أهل الإسكندرية والمماليك مقاومتهم، لكن الفارق في التنظيم والتسليح كان واضحا. قاوم المصريون بما استطاعوا. لو سيبنا البلد دلوقتي مش هيفضل لنا حاجة نبكي عليها. ليس ضعفا، ولكن إمكانيات غير متكافئة. لكن المدينة سقطت في يد الفرنسيين، وكان سقوط الإسكندرية أول خطوة في طريق احتلال مصر. لم يكن هدف نابليون الإسكندرية وحدها، بل كان يسعى للوصول إلى قلب مصر، إلى القاهرة. فالقوة الحقيقية في مصر لم تكن على الساحل، بل في الداخل، حيث يقف المماليك في مواجهة حتمية مع الجيش الفرنسي. ومن أجل ذلك تحركت قواته في الداخل المصري لتبدأ سلسلة من المواجهات مع المماليك والجيش المصري والشعب نفسه. وهناك بدأت معركة جديدة ستعرف لاحقاً باسم معركة الأهرام.